الكشري هو أكلة مصرية مشهورة ولذيذة جدا، وبيكون تقريبا على رأس القائمة بتاعة الأكلات الشعبية. لكن مش كل الناس عارفة إيه هو أصل الكشري. الكشري في الحقيقة مش أكلة مصرية زي ما الناس فاكرة. الكشري أصله بيعود لأيام الاحتلال البريطاني، لما بدأوا يدخلوا مصر وبدأوا يدخلوا الأطعمة الهندية في المطبخ المصري. الفكرة الأساسية للكشري كانت متاخدة من الأكلات الهندية أصلا، اللي كانت بتجمع الرز مع العدس، وكانت طريقة بسيطة وسهلة للأكل في الشارع. لكن المصريين بقى عندهم لمسة خاصة بيهم، بدل ما بيكتفوا بالرز والعدس حطوا عليه شوية مكونات كمان، زي المكرونة والبصل المحمر، صلصة الطماطم. وده حول الكشري لأكلة مصرية مشهورة جدا. ومع الوقت الكشري بقى أكلة موجودة في كل مكان في مصر، من المحلات الكبيرة لحد عربيات الكشري اللي على الرصيف. مفيش حد في مصر مجربوش، ودي بقت الأكلة الشعبية الأولى في مصر. من الفطار لحد العشاء تقدر تاكلها في أي وقت.